السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير واتم صحة واحسن حال. رجعت لكم تاني بفيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو معانا كده حابة بس ان انا اعتذر لكم عن الغياب الطويل. كان بقى في ظروف وكده والحمد لله يعني الامور تمام. رجعت لكم بقى بالفيديو دوت. وصورت لكم فين بقى، صورت لكم في مشروع 1185. انا كنت نزلت قبل كده فيديو على القناة وقلت ان انا استلمت شقتي الحمد لله في مشروع 1185 اسكان اجتماعي. و... واستلمت فين بقى، استلمت عند التسعميات يعني تقريبا كده. قبل الاخر بشوية، قبل اخر المشروع بشوية. وما كنتش بروح كتير يعني وكده، بس لما رحت بقى اخر مرة حبيت ان انا اصور لكم المكان هناك، واوريكم المكان عامل هناك ايه. والناس يعني اللي يهمها الموضوع، والناس اللي مقدمة في المشروع اكيد بيبقوا عايزين يعرفوا التطورات، عايزين يعرفوا ايه الجديد اللي هناك، إيه اللي حصل. هل المشروع بقى متكامل ولا لأ. طبعا كل ده هقول لكم عليه كده واحنا في جولتنا كده في المشروع. احنا نزلنا كده واحنا هناك كده، نزلنا كده يوم بالليل يعني قلنا نتمشى وقلت اصور لكم كده المكان من تحت، واوريكم بقى كل التحديثات اللي حصلت هناك والتطورات اللي حصلت. تمام. صورت لكم من عند التسعميات لحد الألف يعني، أو بعد الألف بشوية. وهوريكم بقى كده العماير بقى. بصوا زي ما احنا شايفين المشروع بصراحة ما بقاش ناقصه حاجة خالص. ما شاء الله يا جماعة، المشروع جميل جدا جدا والأجواء هناك تحفة. آم، العيشة فيه خلاص بقت يعني حلوة وممتازة وفي كمان كل الإمكانيات يعني. بقى متاح دلوقتي اللي عايز يقعد يقعد يعني مفيش مشكلة. المواصلات هناك شغالة، والمحلات كمان شغالة مفيش مشكلة خالص. لما بنزنق في أي طلبات بنجيب من المشروع اللي جنبينا اللي هو دهشور واحد. لو المحلات يعني بعيدة عننا يعني، لكن في ناس في ناس المحلات بتاعة السوبر ماركت والحاجات دي كلها قريبة منها. احنا عند التسعميات لسه مفيش محلات للأسف فتحت كتير. لكن في آخر المشروع في كذا محل فتح، يعني محلات كتير. في محلات أكل، في محلات حاجات كده بتاعة الشقة يعني ليها بتاعة المواسير والحاجات ديت وبياض يعني زي الموان كده. تمام. فتح كده في آخر المشروع، وفي أول المشروع كمان محلات فتحت، وفي نص المشروع برضو، بس يعني هي بعيدة عننا شوية. طبعا مش كل المحلات فتحت، في لسه في محلات ولسه في مولات لسه ما فتحتش، بس بيقولوا يعني انهم هيفتحوها ان شاء الله الفترة اللي جاية. تمام. بصوا بقى دي بقى المساحات الخضراء بصراحة هناك تحفة جميلة جدا جدا. وده الطريق، ده الشارع كده الرئيسي، احنا يعتبر قريبين من الشارع الرئيسي. ودي محلات اللي المفروض ان هي لسه هتتجهز وتتفتح. بس طبعا المحلات دي بتخش مزاد وبتاع، وبعد كده بقى اللي ليه نصيب بياخد منها. يعني اللي ليه نصيب بياخدها يعني تأجير او تمليك، بياخدها بقى ويشغلها بعد كده. بس هي فرصة المحل هناك فرصة حلوة جدا. دي يافطة اهيت، محطوط عليها الأرقام بتاعة العمارات. وده المدخل بتاع العمارات يعتبر اهو من 1005 ل1015، من 1005 ل1015. دي حضانة بس لسه طبعا ما فتحتش. بس شوفوا المساحة بتاعتها، مساحتها جميلة يا جماعة ومساحتها كبيرة. المشروع ده بالذات الوحيد اللي الخلفي فيه أفضل بكتير من الأمامي، سبحان الله مش عارفة ازاي. الخلفي فيه جميل جدا، بيبص على الطرق الرئيسية وبيبص على الشوارع الرئيسية. الخلفي فيه بصراحة جميل جميل جدا جدا يعني. اللي أخد خلفي يا جماعة ما حدش يزعل من الخلفي خالص في المشروع ده بالذات. الخلفي فيه جميل جدا جدا، مشروع 1185 بالذات الخلفي فيه جميل قوي قوي. اللي استلم فيه خلفي ما حدش يزعل خالص. الخلفي فيه حلو بصراحة. الأمامي برضو حلو جدا وكويس، بس هنا معظم الخلفي بيبص على الشوارع الرئيسية، الشوارع الرئيسية. دي مدرسة بس أنا مش عارفة اسمها ايه. هي في آخر المشروع لسه محطوش الاسم بتاعها تقريبا، بس برضو مساحتها حلوة، مساحتها كبيرة. تمام. طبعا لسه بقى في توضيبات ولسه في بينضفوا باستمرار وكده
لكن المشروع بصراحة يا جماعة جميل جدًا، يعني في ناس قاعدة وفي ناس مُقيمة، في ناس بتروح وبتيجي زي حالاتنا كده، يعني إحنا بنروح أجازات وبنرجع. ساعات بنقضّي مثلًا يومين، 3 مثلًا آخر الأسبوع هناك وبنرجع بحُكم يعني شُغلنا وكده. لكن في ناس خلاص قاعدة ومُقيمة والمواصلات شغّالة وكل حاجة هناك بصراحة جميلة ومُتاحة يعني، المواصلات شغّالة والأسواق شغّالة وكل حاجة هناك مُتاحة. بصراحة المشروع ممتاز. وباقول مبروك لكل الناس اللي استلمت هناك، واللي لسه ما استلمش إن شاء الله يستلم قريب. وباطمّن الناس المشروع حلو يا جماعة، والله المشروع جميل جدًا، جدًا، جدًا. أنا حبيت أفرّجكم كده على المشروع، إحنا كده وصلنا تقريبًا قرّبنا كده على آخر المشروع. دي بقى مساحات خضرا كده في أول المشروع، بصراحة مهتمين لآخر المشروع جدًا. الدخلة بتاعة المشروع من الآخر حلوة أوي، أوي. يعني مهتمين أوي لدخلة المشروع من الأول، وفي دخلة المشروع من الآخر. آمم، حبيت أقول لكم بقى إيه، لو في أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات. وكمّلوا كده الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم. كمّلوا الفيديو للآخر، ولو في أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد عليكم بكل التفاصيل اللي أنتم عايزينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.